العلاقة الجنسية في القرآن. بصوا تعالى نمشي مع الموضوع واحدة واحدة. احنا دلوقتي عندنا إله، الإله ده خالق، فهيخلق كائنات، هيختار من ضمن الكائنات دول كائن اللي هو الإنسان، هيكلفه، هيبقى مكلف. طيب عشان خاطر يكلفه لازم يبعت له شريعة، أحكام. الأحكام دي عن طريق حاجتين. أول حاجة إنه يبعت له نبي، النبي ده يكون ليه أفعال وأقوال فهنسميها السنة، فالبشر دول يتبعوا سنة نبيهم. والحاجة التانية كلام مباشر، ربنا هيبعت ملك اللي هو سيدنا جبريل يوحي لنبيه بالكلام ده، والنبي ياخد الكلام ده يقوله لأمته اللي هو القرآن. طيب الشريعة دي ايه مقصدها؟ ان هي تنظم حياة الكائن المكلف ده اللي احنا قلنا عليه البني آدم. طيب حياته دي ليها جوانب كتير، من ضمن الجوانب دي هو الجانب الجنسي، لان الجنس ده فطرة ربنا فطرها في البني آدمين كلهم. طيب يبقى القرآن ده لازما يشتمل على أحكام كتيرة، من ضمنها تنظيم الحياة الجنسية للإنسان المسلم. طب احنا كده عندنا مش إشكالية، يعني خلينا نقول بين قوسين إشكالية. إزاي القرآن وإزاي ربنا هيعبر عن ألفاظ تناسب بقى الموضوع ده؟ الموضوع ده حساس جدا. هنا بقى تأتي، أنا بشوفها معجزة، قسما بالله بشوفها من معجزات ربنا. ان الله حليم يكني، ده قول سيدنا ابن عباس. يعني ايه يكني؟ يعني ما يقولش لفظ صادم، لفظ تستصعبه النفس البشريه، لا لازم يقول الفاظ كده تحس ان انت منسجم معاها وما وجدتش غضاضه وانت بتقراها. يعني ممكن يبقى انسان واقف في المواصلات في المترو بيقرا قران وتعدي ايه تتناول موضوع الحياه الجنسيه للبني ادمين ده وعادي خالص، ما يحسش ان هو قال حاجه يعني خشنه كده او صعبه. فتعال نشوف بقى القرآن عبر ازاي عن الموضوع دوت في بعض الآيات. ربنا يقول الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم، كلمة لطيفة جميلة عادية، ما تحسش ان انت عندك مشكلة وانت بتقولها، كناية عن الجماع. وفي آية تانية يقول فلما تغشاها، انت تفهم كده بالايه، بالحنكة انه هو الموضوع. بس فلما تغشاها فيها برضو لطف ورقة وما فيهاش مشاكل خالص. وفي آية تانية يقول فآتوا حرثكم، يعني أكن الإنسان بيحرث، يعني الموضوع جاي من الزراعة والفلاحة، أكنه بيرمي البذور. فبرضو ايه ظريفة، مش ما فيهاش حاجة خالص، وبرضو تؤدي المعنى يعني اي حد يفهمها. وفي آية بقى أخيرة يقول فالآن باشروهن، يعني الرجل يباشر زوجته، فبرضو ايه فيها اتيكيت اقسم بالله، فعندها مفيش مشكله وبرضو العقل يفهمها. فاهم اقول لك الرجل يباشر زوجته، اول حاجه تقع في ذهنك انه العلاقه الحميميه، بس برضو ما تتأذاش من الكلام. فدي خطيره كده يعني وقعت في بالي وانا بقرا، فقلت اشاركها معاكم. اعملوا برضو شير ومشاركه. ان الله لطيف، لطيف جميل، يحب الجمال ولطيف بعباده. ومن لطف الله بعباده انه يكلمهم بمصطلحات ظريفة وجميلة ولطيفة. فيعني شاركوا الأجر بالمشاركة وجزاكم الله خير. عشان بس بعد ما قفلت الفيديو لقيت اتنين كمان لفظين جمال جدا. ربنا عايز يقول للرجالة ان لو زوجتك حائض لا تأتيها، فيقول ايه فاعتزلوا النساء، فيفهم ان احنا ما نقربش، وبرضه لفظ ظريف. واحدة كمان يعني ربنا عايز يقول للرجال ان انت لما تأتي زوجتك تأتيها من موضع معين، فيقول ايه من حيث امركم الله، برضو ايه كناية، ما يسميش تكملة للأدب والحسن في كلام الله.